الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. اسمه الحقيقي يوسف بن أيوب، لقب بأبي المظفر والملك الناصر، وأخيرا بصلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية، وهو صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان. ولد صلاح الدين الأيوبي في تكريت عام 532 هجرية 1138 ميلادية لعائلة كردية. تربى تربية جلدة متينة نبت عنها ذلك المقاتل العنيد والمحارب السنديد، فكان صلاح الدين رجلا حازما، فأحكم سلطانه على نفسه ولم يدع لها سبيلا لترتع فيما لا ينفع، كما أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره فيما لا يفيد. أما عن أبيه وأمه فقد تزوجا عن قصة عجيبة سردها التاريخ، حيث كان أبوه واليا على تكريت، وكان دائم القول: إني أريد أن أتزوج امرأة تتقي الله يكون لي منها ولد يحرر الله على يديه بيت المقدس. وذات يوم كان جالسا في قصر الملك، فسمع صوت امرأة من وراء حجاب تقول للملك الذي كان يعرض عليها الزواج من أحد الرجال: إني لا أريده، إنما أريد رجلا يتقي الله يكون لي منه ولد أحسن تربيته ويصبح فارسا مغوارا يفتح الله على يديه بيت المقدس. فانبهر أيوب بهذه الكلمات التي سمعها ولددتها هذه المرأة العظيمة، فطلب على الفور من الملك أن يزوجها. وحين أنجب الولد الذي لطالما اشتاق إليه عمل على تأديبه وتربيته تربية صلبة. فيذكر أنه ذات مرة رجع الأب إلى بيته فوجد صلاح الدين يلعب مع الأطفال، فعنفه ثم حمله وأسقطه على الأرض وقال قولته الشهيرة: لم أنجبك لهذا، وإنما أنجبتك لتحرير بيت المقدس. فوجدت هذه الكلمة سبيلها إلى فؤاد صلاح الدين حتى تملكت، فنظر للأب نظرة صياع لما قال، ثم قال له والده: ألم تجعك هذه السقطة؟ لماذا لم تتألم؟ فأجابه صلاح الدين على البديهة قائلا: ما كان ينبغي لرجل سيحرر الله به بيت المقدس أن يتألم من سقطة كهذه، فكان لهذه التربية العظيمة أعظم الأثر على سيرة الناصر، كما أنه كان التلميذ الأثير لنور الدين محمود، فورث منه الخشية والورع وحب الجهاد. لكنه نال أيضا من التشويه قسطا وفيرا كباقي عظماء الإسلام، وخاصة في أفلام سينمائية، ناهيك عن طمسهم الحطائط وتزييفها. كانت مصر قبل قدوم صلاح الدين إليها مقرا للدولة الفاطمية، وكانت في هذا الوقت نهبا للثورات الداخلية بين الطوائف المختلفة من مماليك أتراك وسودانيين ومغاربة، وكانت الأوضاع غير مستقرة بسبب الاضطراب الذي سببه توالي عدد كبير من الخلفاء الفاطميين في مدد قصيرة تتحكم في قراراتهم سلسلة من الوزراء، فطمع الصليبيون في مصر. فلما رأى القائد نور الدين محمود هذه الخلافات وبدا له طمع ملك بيت المقدس الصليبي في احتلال مصر، أرسل نور الدين محمود من دمشق إلى مصر جيشا بقيادة أسد الدين شيركو يساعده ابن أخيه صلاح الدين. فلما علم الصليبيون بقدوم أسد الدين شيركو تركوا مصر ودخلها أسد الدين، ثم خلفه على وزارتها صلاح الدين. حيكت المؤامرات من أرباب المصالح وأصحاب المطامع، ولكن صلاح الدين تغلب عليها كما تغلب على الفتن الخارجية، إلى أن استتب الأمر لصلاح الدين تماما في مصر. وبعد موت الخليفة الفاطمي العاضد سنة 566 هجرية دفع صلاح الدين العلماء إلى المناداة بالمستضيء العباسي خليفة، والدعاء له في الجمعة والخطبة باسمه من على المنابر. وبهذا انتهت الخلافة الفاطمية في مصر، وحكم صلاح الدين مصر كممثل لنور الدين الذي كان في النهاية يقر بخلافة العباسيين. وعادت مصر إلى الخلافة الإسلامية مرة أخرى، وأصبح صلاح الدين حاكم مصر الوحيد. توفي نور الدين محمود في شوال سنة 569 هجرية، وبدأ الأمر يستقر لصلاح الدين، فحزن عليه صلاح الدين حزنا شديدا، فقد كان بمثابة المعلم والقدوة له. وبدأ يعمل على توحيد مصر والشام، فبدأ بالتوجه إلى بلاد الشام، وتمكن من إحماد الثورات التي قامت في الشام بسبب الطمع في ملك نور الدين رحمه الله، ومكث بها قرابة العامين من أجل أن يويد الحكم إلى حالة من الاستقرار.
فضم إليها دمشق ثم حمص وحلب، وبذا أصبح صلاح الدين سلطانا على مصر والشام، ثم عاد إلى مصر وبدأ الإصلاحات الداخلية. وقد توسعت سلطة صلاح الدين في البلاد، فامتدت من النوبة جنوبا وبرقة غربا وبلاد الجزيرة والموصل شرقا. كان قلب صلاح الدين رحمه الله مفعما بحب الجهاد شغوفا به، قد استولى على جوارحه، حتى قال عنه الإمام الذهبي في السير: كانت له همة في إقامة الجهاد وإبادة الأضداد، وما سمع بمثلها لأحد في الدهر. بينما كان صلاح الدين يعمل على بسط نفوذه في الشام، كان غالبا ما يترك الصليبيين مرجئا المواجهة معهم، وإن كانت غالبا لم تلب عنه حتميتها، إلا أنه كان عادة ما ينتصر عندما تقع مواجهة معهم، وكان الاستثناء هو موقعة مونت ديسارت 573 هجرية، حيث لم يبد الصليبيون مقاومة، فوقع صلاح الدين في خطأ ترك الجند تسعى وراء الغنائم وتتشتت، فهاجمته قوات بولدوين السادس ملك أورشليم وأرناط وفرسان المعبد فهزموا. إلا أن صلاح الدين عاد وهاجم الإمارات الفرنجة من الغرب، وانتصر على بولدوين في معركة مجياويون سنة 575 هجرية، وكذلك في السنة التالية في موقعة خليج يعقوب. ثم عقدت هدنة بين الصليبيين وصلاح الدين سنة 576 هجرية، إلا أن غارات الصليبيين عادت فحفزت صلاح الدين على الرد، فقد كان أرناط يتحرش بالتجارة وبالحجاج المسلمين بواسطة أسطول له في البحر الأحمر، فبنى صلاح الدين أسطولا من 30 سفينة لمهاجمة بيروت سنة 577 هجرية. وعندما هدد أرناط بمهاجمة مكة والمدينة، حاصر صلاح الدين حصن الكركي معقل أرناط مرتين في عام 1183 ميلادية وعام 1184 ميلادية، ورد أرناط بمهاجمة قوافل حجاج المسلمين سنة 581 هجرية. وفي عام 583 هجرية سقطت أغلب مدن وحصون مملكة بيت المقدس في يد صلاح الدين، وبعد ذلك انتصر جيوش صلاح الدين على القوات الصليبية في موقعة حطين في 24 من ربيع الآخر سنة 583 هجرية. بعد المعركة سرعان ما احتلت قوات صلاح الدين وأخيه الملك العادل المدن الساحلية كلها تقريبا، جنوبية طرابلس، عكا وبيروت وصيدا ويافا وقيساريا وعسقلان، وقطع اتصالات مملكة القدس مع أوروبا. وفي النصف الثاني من سبتمبر عام 1187 حاصلت قوات صلاح الدين القدس، ولم يكن بمقدور حاميتها الصغيرة الدفاع عنها، فاستسلمت بعد 6 أيام. وفي 27 من رجب سنة 583 هجرية فتحت الأبواب ورفعت راية السلطان صلاح الدين فوق القدس، وعامل صلاح الدين القدس وسكانها معاملة أرق وأخف بكثير مما عامل الغزاة الصليبيون أهلها حين انتزعوا المدينة من حكم مصر قبل ذلك ب100 عام تقريبا. فلم تقع حوادث قتل وسلب وتدمير للكنائس، وأدى سقوط مملكة القدس إلى دعوة روما إلى بدء التجهيز لحملة صليبية ثالثة لاسترداد القدس، والتي عرفت بحملة الملوك، والتي ضمنت ضمن ملوكها ملك إنجلترا فائت الشهرة ريتشارد قلب الأسد، ولكنها باءت بالفشل بعد مواجهات دامية مع جيش صلاح الدين لتنتهي بتوقيع الهدنة وعودة جيوش أوروبا مدحورة إلى بلادها. توفي الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي عام 589 هجرية 1193 ميلادية، وحين داهمه الموت قال: لولا أن الموت أتاني ومنيتي قد حانت لجعلت جميع الدول الأوروبية تدين بالإسلام.